ياسر القحطاني مهاجم بزغ نجمه مطلع الألفية الجديدة في بلاده السعودية. كأس العرب 2002 شهدت البداية، جاءت بعدها في العام الذي يليه دورة كأس الخليج التي أكدت توهج القحطاني المنتمي إلى نادي القادسية بالخبر. وما هي إلا فترة قصيرة حتى بدأ الصراع على الظفر بخدماته من الأندية الكبرى في بلاد الهلال، ليبدأ بعدها في تحقيق الإنجازات مع نادي العاصمة، كما ساهم في وصول منتخب بلاده إلى مونديال ألمانيا والمشاركة فيه، بالإضافة إلى وصول المنتخب الأخضر إلى نهائي الكأس الآسيوية عام 2007، ليتوج بعدها بأفضل لاعبي القارة الصفراء في العام نفسه. نلقي نظرة الآن في عدد الأهداف التي سجلها ياسر القحطاني مع ناديه الهلال في المواسم الأربعة الأخيرة، ونجد فيها ما يلي. في موسم 2007-2008 تمكن ياسر من الفوز مع فريقه ببطولة الدوري وكأس ولي العهد، وأحرز خلال ذلك الموسم 13 هدفا. في الموسم الذي يليه حقق الهلال كأس ولي العهد، وتمكن القحطاني من تسجيل 13 هدفا، كان 2 منها في دوري الأبطال الآسيوي. موسم 2009-2010 كان الأبرز للاعب في الأعوام الأربعة، حيث تمكن من تسجيل 20 هدفا توزعت ما بين البطولات السعودية والبطولة القارية، وحقق الهلال آنذاك لقب الدوري بالإضافة إلى كأس ولي العهد. في الموسم الماضي كرر الزعيم الإنجازين السابقين، وأحرز مهاجمه الأبرز 17 هدفا، كانت الغالبية فيها ببطولة الدوري ودوري الأبطال الآسيوي. خالد الدغيثر، العربية.